يسعد صباحكم جميعا. اليوم هيك صاحية أنا نشيطة، قاعدة بتفقد الجو إذا حلو ولا مش حلو عشان أقدر أطلع على السوق وأجيب شوية خضرة للدولمة. القلن هذا واقع من الهوا. رحت على السوق مثل النشيطات، قاعدة بختار أغراض الدولمة. طبعا أغراض الدولمة إشياء نفس المحاشي بس فيها إشياء جديدة، هي البصل الأبيض والسلق بنضيف عليه. طبعا السلق تعرفوا بيعطي حموضة كتير زاكية، وأساس الدولمة هي تكون حامضة. شايفين هاي الباقة الجميلة الخضرة الفريش، إشي بيفتح النفس عن صراحة. طبعا الحمد لله لقيت السلق الأخضر عريض، أهم شي عشان تقدر تلفيه. هلأ ببلش الجد، بنحكي بسم الله. المحاشي سبايا جبتها أنا كوسة وبتنجان ملفوف سلق، فلفل رومي حلو والبصل الأبيض. هلأ سر الدولمة هي بالخلطة، خلينا نركز شوي ونحكي بسم الله. بنجيب رز مصري بننقعه، بنحط بصلة بندورة، بقدونس نعناع، رب البندورة، بهارات اللي هي الخاصة بالمحاشي. هذا الطبق فيه لب الكوسة ولب البتنجان، هم هيك العراقيين بحطوه جوا الحشوة. الدهن مثلا بدك تحطي لحمة، أنا ما بحط لأنه كتير تصير دسم مع الحموضة، بحطها القطع اللحمة بقاع التنجرة. البهارات بدي أحكيهم هم تبعون المحاشي: فلفل أسود وملح وهيل وقرفة وبهاري مشكل وقالب مرق ومعلقة كبيرة ملح ليمون. ركزوا فيها. شايفين هذا البصل؟ في أكتر من طريقة لتقشير طبقات البصل، أنا جبت أسهل طريقة وألطف طريقة. مثل ما شفتوا دقيت بلطافة عشان تتفتح من فوق وتحت ومش على الجوانب. جبنا السكينة، بندخل السكين لنص حبة البصل. طبعا أنا طلعت معي مايلة لأني قاعدة بصور وستاند يعني ارتبكت، هي المفروض مستقيمة. ما علينا، طلعت الطبقات. إذا انكسرت معك الطبقة شوية عادي، لأنك أنت رح تلفيها مثل الرول فرح تدخل جوا. حشوة البصل طرف إصبعك، مو كتير. البندورة مثل ما هو موضح الفيديو، بندخل المعلقة وبنسحب الحشوة. طبعا هاي الحشوة بتعصريها وبتحطيها على هذه المحاشي. هاي السلة شوفوا ما أجملها، السلق مسلوق والملفوف وكله جاهز. وهلأ بنحكي بسم الله وبنحشيهم. طبعا هلا الطنجرة الدولمة بنحط هاي العيدان هاي عيدان السلق، فيها نسبة حموضة كتير زاكية. بنحط البصل واللحمة، بعدين بنبلش تصفية الخضار اللي هي الباقي الموضحة بالفيديو. أول نص ساعة ما بتحطي ولا نقطة مرق. ليه؟ بدنا أول نص ساعة تنزل كل سوائل هاي الخضرة لتحت يعني تنشف ويتكرمل معنا اللحمة ويتكرمل معنا البصل. هذا الصوص هنركز شوي. الصوص شوي غريبة عن الصوص المحاشي، هو عبارة عن كاسة شاي دبس رمان وربع كاسة شاي تمر هندي مرقته يعني أو عصيرة، مع البهارات الأساسية تبعت اللي حطيناها جوا الحشوة. بنعيدها هون مع قالب مرق مع دبس بندورة وشوية ملح ليمون، مو ليمون ملح ليمون صبايا عشان بدنا إياها شوي حامضة. بنديرها وبنخليها كمان ساعة ونص. بنحط على الوجه رغيفين طابون وبنقلبها ونشوف الجمال قديه، المنظر شهي. شايفين البصل كيف متكرمل واللحمة وكله دايب وكله بشهي. جربوها، اشي غريب على سفرتنا. بصحة ومية عافية، ورح تعجب الناس اللي بحبوا الاشياء الحامضة، وجديدة خاصة طعم البصل طعم السلق كله متناسق. جربوها صبايا وما رح تندموا، ويسلموا كتير على المتابعة.